السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. شباب أولى إعدادي أهلا وسهلا بكم. طلاب المدارس التجريب واللغات. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون تكملة للي احنا بدأناه في الترم الثاني اللي هو منهج Opportunities 1. طيب احنا أخدنا مع بعض قبل كده لحد يونت 24. النهاردة هنكمل من أول يونت 25. طيب قبل ما اتكلم على يونت 25 لازم تبقوا عارفين ان احنا عندنا في المنهج بتاعنا برضو الكلام ده لازم نقوله تاني، ان كل 4 يونت بنسميهم مديول. مديول دي يعني زي وحدة كاملة. طب احنا هنتكلم على المديول 7 اللي هو عبارة عن يونت 25 لو ناخده النهاردة، وبعد كده يونت 26 و27 و28 ودول 4 يونتس. بغض النظر عن يونت 25 ولكن المديول ده ككل ليه اوبجكتيفز، ليه اهداف. ايه الاهداف؟ اولا عندي حاجتين، الفوكاب الكلمات والجرامر بتاعكم القواعد. طب المديول ككل ايه الجرامر اللي فيه وايه الفوكاب اللي فيه؟ طب هناخد كده زي هيدلاينز يعني او خطوط عريضه. اولا بيتكلم عن حاجه اسمها civilization، وكلمه civilization يعني حضاره. طبعا احنا كمصريين عندنا اعظم حضاره على وجه الارض الايجيبشن سيفيلايزيشن، الحضاره المصريه القديمه ancient Egyptian civilization. ولكن النهارده هنتكلم عن حضاره ثانيه اسمها انكس. انكس دي حضاره قديمه برضو هنتعرف عليها شويه، دي كفوكاب مش لازم تفاصيل طبعا. هنتكلم برضو على historic people، ناس من التاريخ historic people، زي واحد رحاله معروف جدا اسمه ابن بطوطه. مين ابن بطوطه ده؟ هنتعرف عليه النهارده. طيب برضه كفوكاب هنتكلم عن مجموعه، يبقى انا كده عندي هنتكلم على civilization الحضاره، هنتكلم على famous people او historic people زي ابن بطوطه، هنتكلم على historical places اماكن تاريخيه historical places او historic places زي ancient library of Alexandria، مكتبه اسكندريه القديمه ancient library of Alexandria. دي كده الفوكاب. نيجي للجرامر بتاعنا. الجرامر هنعد مع بعض. واحد هنتكلم عن الفيوتشر سيمبل. طب حد يقول لي يا مستر ما احنا خدنا الفيوتشر سيمبل ده برضه في بدايه الترم. لا، احنا خدنا شكلين للفيوتشر سيمبل، لان الفيوتشر سيمبل الزمن الوحيد اللي ليه اكتر من شكل. هناخد ايه تاني يا مستر؟ هناخد حاجه اسمها الباسيف فويس اللي هو الاكتف والباسيف بس في زمن الماضي البسيط. طب ايه تاني يا مستر؟ هناخد حاجه اسمها linking words، روابط linking words of contrast، روابط بتدل على التناقض. احنا خدنا قبل كده في المديول اللي فات خدنا linking words of addition اللي هي بتدل على الاضافه. يبقى انا كده عرفت ده كده الاوبجكتيف بتاع المديول الاول، المديول 7، الفوكاب والجرامر. طيب عندنا يونت 25. يونت 25 بيتكلم عن ايه بقى؟ بيتكلم على شخصيه ابن بطوطه. طب واحد يقول لي يا مستر هو في الامتحان هيسالني مين هو ابن بطوطه وعمل ايه والكلام ده كله؟ طبعا الكلام ده مش هتسال فيه، انت مطالب بالفوكاب، مطالب بالفوكاب. يعني ايه يا مستر؟ تعالى بص معايا كده حضرتك، احنا هنمسك كلمه كلمه ونبدا نترجمها مع بعض ونعرف ايه البارت اوف سبيتش بتاعها، نوعها ايه والكلام ده كله. طيب في الاول كده هو هحكي لك حكايه ابن بطوطه. ماشي يا شباب؟ طيب بص بقى، اولا ابن بطوطه ده سوري ده لقب بتاعه، ده يعتبر شخصية إسلامية عربية، هو مش مصري، هو اتولد في المغرب. طيب بص بقى ابن بطوطة ده كان عبارة عن ايه؟ أولا ابن بطوطة وهو صغير كده يعتبر يانج مان، عنده تقريبا 18 years old، جاله يعني كده during his sleeping، هو حلم اللي هو كان راكب طائر وبيلف الورلد ككل، بيلف العالم. ده كان رمز اللي هو الولد ده أو هو الشاب ده اللي هو فعلا هيلف العالم. طب ابن بطوطه لف العالم في التوقيت ده اللي هو الاولد وورلد، العالم القديم اللي هو كان مكون من ايجا وافريقيا ويوروب، اسيا وافريقيا ويوروب. طب لف كام دوله؟ ابن بطوطه سافر حوالي 44 دوله، 44 countries. طب واحد يقول لي بقى ده اكيد كان معاه عربيه بقى 4x4 والكلام ده كله. لا، ابن بطوطه traveled by ships بالسفن، by camels، by horses، ممكن دي كلها وسائل السفر بتاعته. ليه بقى؟ لان ابن بطوطه اتولد before the age of railway، قبل عصر القطارات والعربيات والكلام ده كله.
طب ابن بطوطه كان راجل غني بقى اللي هو بيسافر ده كله ريتش مان؟ لا، ما كانش ريتش مان، كان بيعمل ويجتهد وبيسافر. طيب اول رحله لابن بطوطه سافرها راح مكه. عشان يعمل ايه في مكه؟ اللي هو يعمل رحله الحج. خلاص كده، يبقى اول سفريه ليه كانت في مكه. سافر من موروكو لمكه، عمل اول سفريه ليه عشان يؤدي البيلجرامج اللي هو الحج بتاعه. بعد كده ما رجعش كده موروكو، قعد فتره زمنيه كبيره اكتر من 40 سنه بيلف على دول كتيره جدا، تعرض لحاجات كتيره جدا. لما رجع بقى بدأ يكتب الكتاب بتاعه أو يدون الدايري بتاعته. طيب ابن بطوطة يا جماعة هنقول عليه ترافلر. يعني ترافلر؟ رحالة، لأنه سافر بلاد كتيرة جدا. وهو بيسافر كان بيستكشف. يعني ايه يستكشف؟ سامع حد بيقول ايه؟ اكسبلور يستكشف. اكسبلورر كان مستكشف. حلو كده؟ ابن بطوطة كان راجل دارس اسلاميك لو، الشريعة الإسلامية، فكان ساعات بيروح دول كانوا بينصبوه حاجة اسمها جادج يعني قاضي. حلو قوي، لأنه كان بيحكم عن طريق الاسلاميك لو، الشريعة الإسلامية. طب في ناس كانت بتكرم ابن بطوطة أكتر وكانت بتخليه امباسادور. يعني ايه امباسادور يا شباب؟ امباسادور يعني ايه؟ سفير. اوكي؟ طيب برضو ابن بطوطة في ناس ما كانتش عارفة قيمته فكانوا بيسجنوه، يعتبر بريزنر يعني ايه؟ سجين. وبرضو ابن بطوطة في فترات كان بيقعد مع نفسه، حاجة اسمها هيرمت دي يعني واحد ناسك او عابد او زاهد في العبادة. فابن بطوطة عدى بحاجات كتيرة جدا. ده كله هنعرفه ان شاء الله من خلال الفوكاب وبرضو من خلال الاسئلة بتاعتنا. طب هل انا مطالب بالتفاصيل دي؟ طبعا لا، انت مطالب بالفوكاب: ترافلر، اكسبلورر، جادج، امباسادور، بريزنر، هيرمت. رولر يعني حاكم، ساعات كانوا بيحكموه يبقى زي حاكم بلد. طب نبدا نشوف كده الفوكاب بتاعتنا ونبدا نعملها ترانسليشن، ترجمه، سواء ترجمه بالعربي او ترجمه عن طريق البارس اوف سبيتش. ترافلر يعني رحاله، دي ناون او مسافر. اكسبلورر برضو دي ناون، جايه من كلمه اكسبلور يستكشف. ذا ايج اوف عصر. طب احنا قلنا ابن بطوطة اتولد قبل عصر الريلواي. The age of railway before the age of railway، يعني اتولد قبل عصر القطارات. طيب century يعني قرن. Islamic law يعني الشريعة الإسلامية، يبقى ابن بطوطة studies Islamic law. pilgrimage رحلة حج، أول رحلة ليه كانت مكة، pilgrimage. كارافان يعني قوافل من الجمال، طبعا كان بيسافر عبر الصحاري فكان بيسافر من خلال الكارافانز اللي هي القوافل. شيبريك يعني حطام سفينة أو سفينة محطمة، ما هو كان بيسافر بالسفن برضه، صح كده يا شباب؟ معايا يا بنات؟ طيب وممكن السفن دي يحصل لها بعد very strong storm اللي هي تتحول لتبقى شيبريك. باريتس يعني قراصنة، معرض ابن بطوطة وهو مسافر للباريتس القراصنة، ان هم دول مجموعة من الروبرز اللصوص اللي هم بيسرقوا السفن، وكلمة روبرز يعني لصوص. بريزنر يعني سجين. هيرمت يعني ناسك او متفرغ للعبادة. سيرفايف، ابن بطوطة سفرياته كتيرة جدا، فعدى على مدن او بلاد كان فيها امراض معديه زي حاجه اسمها بلاك ديس، الطاعون الاسود، ده كان مرض مميت. ولكن بقى فورشنتلي لحسن الحظ ابن بطوطه سرفايفد، يعني نجا من المرض ده. سافر بلاد كتيره جدا زي ذا دوم اوف ذا روك، قبه الصخره، فين؟ في فلسطين، ووصفها ان هي كان مكان فيري فاسينيتنج، مكان يعني مكان جميل جدا. يبقى اقول الكلمات تاني: ترافلر، اكسبلورر، the age of railway, century, Islamic law, pilgrimage, caravans, shipwrecks, pirates, robbers, prisoner, hermit, survive, the black death, the dome of the rock. طب جه مصر يا جماعه؟ جه مصر وقال على مصر حاجه جميله قوي. طبعا مصر يا جماعه من الدول التاريخيه على مستوى العالم. كلمه ويل اوف زي ما اتفقنا، ابن بطوطه ما كانش غني يا جماعه. كلمة ويل بتساوي كلمة ريتش، دي صفة ادجكتيف. طب اسلاميك سكولر يعني كان عالم اسلامي، يبقى دي برضو صفة من صفات ابن بطوطة. يبقى اسلاميك سكولر. جادج قاضي. هوسبيتاليتي، في ناس كانت بترحب بيه قوي بتحبه، عارفين قيمته التاريخية، وفي ناس ما كانتش فاهماه هو مين ده فاتسجن. ميك جادجمنتس كان بيصدر احكام according to طبقا ل Islamic law الشريعة الإسلامية. يبقى make judgments according to ambassador يعني سفير. كلمة دوم اوف ذا روك خدناها. ميرفيليوس يعني رائع أو مدهش.
وصف ذا دوم اوف ذا روك ان هو كان مكان فيري او ميرفيليوس. ماذر اوف سيتيز ام المدن دي مين؟ كان بيقول على القاهره تعتبر ماذر اوف سيتيز ام الايه؟ المدن. ماجنيفيسنت يعني عظيم، كورت يعني قصر، رولر يعني حاكم، هوم اوف اول ايفنتفول لايف حياه مليئه بالاحداث. طبعا حياه ابن بطوطه تعتبر مليئه بالاحداث، سافر كتير وتعرض لمواقف والكلام ده كله. طب بالرغم من ده كله محدش يعرف حاجه عن his old age، لما كبر ايه اللي حصل له؟ محدش يعرف عنه حاجه. طيب احنا نسينا حاجه مهمه قوي، ابن بطوطه ده جاي منين؟ احنا قلنا من موروكو، من دوله المغرب، خلاص كده؟ طيب يبقى احنا كده بنتكلم على الفوكاب بتاع يونت 25 كلها مركزه على ابن بطوطه اللي هو ذا جريتست ترافلر، يعني الرحاله العظيم ابن بطوطه. نبدا واحده واحده كده مع بعض. يا ريت يا جماعه معاكم ورقه وقلم. انا بقول الكلام ده للبنات، لملك ولساندا ويارا برضه، عشان الثلاثه اللي قاعدين جنب بعض دول كل واحد معاه ورقه وقلم، وندون لو في كلمه زياده عن الفوكاب اللي احنا قلناها. طب احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ من خلال الاستبعاد اختار. يعني مثلا عندي هنا نمبر 1 عندي 4 اوبشن. طيب انا ممكن لو حاجه انا متاكد منها غلط استبعدها، هيتبقى لي الحاجه اللي انا ابدا اخير ما بينها وبين الباقيين. طيب نمبر 1 A Muslim who travels to Mecca. المسلم اللي بيسافر لمكة بنسميه ايه؟ بيلجريم ولا باريت ولا رولر ولا جاد؟ طبعا بنسميه بيلجريم يعني حاج. دي سهلة اهو. دي نمبر 1. نكتب يا جماعة، ممكن تعمل نوتس كده لنفسك. A person who likes traveling around the world is. الشخص اللي بيحب يسافر حول العالم بنسميه traveler, judge, pilgrim, ruler. طبعا بنسميه traveler رحالة. نمبر 3 ابن بطوطة was born in. هل اتولد في كايرو؟ no. دمشق اللي هي دمشق no. مكة لا. اتولد في طنجة. طنجة دي موجودة فين؟ موروكو. وموروكو دي فين؟ اللي هي دولة المغرب. نمبر 4 he traveled ship in the Mediterranean and Red Sea. سافر من خلال البحر المتوسط والبحر الأحمر. أكيد هيسافر بإيه بقى؟ طبعا يبقى he traveled by ship، بالسفينة. ship يعني سفينة. نمبر 5 a person who attacks. خلي بالكم من كلمة attack يعني يهاجم. الشخص اللي بيهاجم and robs ويسرق ships السفن at sea بنسميه ايه؟ هل بنسميه ambassador سفير؟ no. بنسميه explorer مستكشف؟ no. بنسميه hermit اللي هو العابد؟ لا. بنسميه باريت يعني اللي هو القرصان. باريت يعني ايه؟ قرصان، اللي هم اللصوص بتوع البحار. نمبر 6 ابن بطوطة went in camel. كان بيسافر في قوافل من الجمال. in camel trips no. in camel ships no. in camel caravans yes. تمام يا شباب. نمبر 7 the Himalayas and Atlas. الهيمالايا دي جبال والاطلس دي جبال are hometown مدن. هل يعتبروا مدن ولا هم يعتبر ايه بقى؟ الهيمالايا والاطلس كابيتال سيتيز عواصم. اكزوتيك ايلاند جزر غريبه. كلمه اكزوتيك يعني غريب. لا هم يعتبروا ماونتن رانجز يعني سلاسل جبليه. ماونتن رانجز سلاسل جبليه. ماونتن رانجز سلاسل جبليه. تمام يا شباب. زنزبار دي جزيره من الجزر اللي سافرها ابن بطوطه. زنزبار از طبعا تعتبر ان ايلاند. ان ايلاند. اوكي نكمل يا شباب. طبعا يا جماعه مفيش مانع ان انت حضرتك يكون معاك مثلا كوبايه قهوه او شاي، علشان كده يبقى قاعد مركز ومصحصح. طيب نمبر 9 ابن بطوطه. كل الاسئله او كل اللي تشوز كده على حياه ابن بطوطه. تمام. ابن بطوطه was the greatest اعظم greatest space and explorer before the age of railway. طب هو اعظم ايه؟ ترافلر ولا بريزنر ولا باريت ولا بيلجريم؟ ده هو ترافلر. اعظم رحاله and explorer before the age of railway قبل عصر القطارات. نمبر 10 ابن بطوطه was given wherever he went in the Muslim world. كان الناس كلها بترحب بيه في العالم الاسلامي، فكانوا بيقدموا له ايه؟ تشيبس نو. كاملز جمال نو. يعني ايه هوسبيتاليتي يا مستر؟ مش هوسبيتال يعني مستشفى. اقول لك لا، هوسبيتاليتي يعني كرم الضيافه. الكلمه دي جديده عليكم، اكتبوها يا شباب بسرعه. هوسبيتاليتي كرم الضيافه. نمبر 11 ابن بطوطه often judgments according to Islamic law.
طبعا ابن بطوطة يا جماعة كان دارس للشريعة الإسلامية، فعشان كده هو اللي كان بيدي أحكام طبقا للشريعة الإسلامية. يبقى made judgments. Number 12 lives completely alone and sees nobody. واحد عايش لوحده في مكان وما بيشوفش حد خالص، يعني مكرس حياته للعبادة فقط، ده بنسميه hermit يعني ناسك أو زاهد أو عابد. Number 13 ابن بطوطة space many adventures. طبعا ابن بطوطة يعني عمل مغامرات كتيرة جدا، يبقى ابن بطوطة had many adventures. Number 14 الشباب اللي مركز معايا ها عشان نسأل دلوقتي. 14 some of the ships he sailed in were nearly. في بعض من السفن اللي كان بيسافر بيها nearly يعني تقريبا، arrived وصلت، ولا sailed أبحرت، ولا sink يغرق، ولا shipwrecked because of a storm. حصل لها ايه بقى؟ shipwrecked حصل لها اللي هي اصبحت حطام بسبب الستورم. طب واحد يقول لي يا مستر ليه ما خدناش كلمه سينك؟ لان سينك دي يغرق واحنا عاوزينها في الباست، تمام كده؟ دي ما تنفعش، المفترض الماضي من سانك. ممكن لو كان مكتوب سانك كنا اخترناه. نمبر 15 space is a well educated person. شخص متعلم كويس. هل هو البريزنر السجين؟ نو. هل هو الباريت القرصان؟ نو. سكولر الباحث؟ يس. نمبر 16 many ships were attacked. خلي بالكم من القصه دي بقى، يعني ايه were attacked؟ كلمه اتاك يهاجم. لو قلت لك مثلا ايه؟ علي attacked هاجم مثلا ذا روبرز، هاجم الايه؟ اللصوص. لو انا قلت جمله زي كده علي، ركز معايا في كده، علي اتاكد، كلمه اتاك يهاجم، والباست من اتاك اتاكد. ذا روبرز يعني هاجم اللصوص، روبرز اللي هم اللصوص. دي كده جمله بنسميها اكتف، مبنيه للمعلوم لانها بدات بالفاعل علي. طب هل ينفع ابدا بالاوبجكت؟ لما تبدا بالاوبجكت هتخليها اللصوص تم مهاجمتهم عن طريق علي، يبقى ذا روبرز were attacked by علي، فانا هنا قلت ايه؟ many ships العديد من السفن were attacked by. مين اللي بيهاجم السفن يا شباب؟ pirates ولا prisoners ولا pilgrims ولا rulers؟ طبعا اللي هم القراصنه pirates. Number 17 once he was captured. كلمة capture يا أولاد يعني يتم أسره. في يوم من الأيام ابن بطوطة تم أسره by robbers in India and just escaped، ولكن هو هرب ونجا بحياته. escaped with his life. Number 18 is a person who always discover، دايما بيكتشف. ها باتريك، الشخص اللي بيكتشف أماكن جديدة بنسميه explorer، مستكشف. امباسادور يعني سفير، برافو عليكم. هيرمت يعني عابد او ناسك. باريت يعني قرصان. 19 he was lucky to space the black death in the mid 1340. يعني هو كان محظوظ اللي هو نجا بحياته بعد البلاك سميث الطاعون الاسود. arrive ما تنفعش، survive تنفع، attack يهاجم، have ما تنفعش. تمام يا شباب؟ تمام. نكمل، وصلنا لحد نمبر 19، نيجي لحد نمبر 20. نمبر 20 بتقول يا شباب ابن بطوطة describes the dome of the rock. ابن بطوطة لما سافر فلسطين وصف ان قبة الصخرة as one of the most marvelous ولا dangerous ولا eventful ولا fruitful building. وصف المبنى ده اللي هو مبنى ايه بقى؟ قال لك لا ده مبنى جميل جدا. طبعا كلمة dangerous ما تنفعش، ولا كلمة eventful مليء بالأحداث ما تنفعش، ولا fruitful مثمر ما تنفعش، ولكن هو كان مكان marvelous رائع أو مدهش. ابن بطوطة described كايرو. احنا قلنا وصف القاهرة لما جه مصر as قلنا سماها أم المدن، يبقى mother of cities. كونستانتول اللي هي القسطنطينية is the space of Byzantine Empire، العاصمة بتاعت البيزنطية. طب يبقى is the capital city، يبقى كونستانتول is the capital city of the Byzantine Empire، للعاصمة البيزنطية. نمبر 23 يا شباب space represent his government in another country. كلمة represent يعني يمثل أو ينوب عن الحكومة بتاعته قدام دولة تانية.
مين اللي بيمثل حكومته قدام دولة تانية؟ هل هو الامباسادور ولا الاكسبلورر ولا سكولر ولا البريزنر؟ اللي بيمثل حكومته هو الامباسادور اللي هو السفير. ابن بطوطة loved his space Tangier most of all. ابن بطوطة برضو بعد كل البلاد اللي سافرها اللي احنا قلنا تقريبا 44 دولة، ولكن كان بيحب مسقط رأسه او المكان اللي اتولد فيه اللي هو تانجير اللي موجودة فين؟ موروكو. يبقى ابن بطوطة loved his study no home town ولا capital city ولا island؟ لا home town المكان اللي اتولد فيه. We know very little about ابن بطوطة space but he died in about 1369. احنا نعرف حاجات قليله عن ابن بطوطه. ترافلز لا عارفين كل سفرياته. فيزيت لا. اير لايف حياته الاولانيه لا. لكن احنا عندنا معلومات قليله جدا على الاولد ايج لما كبر. ابن بطوطه was born in اتولد فين؟ تانجير، وتانجير دي فين؟ موروكو. 27 decided if someone اهو الجمله دي مهمه قوي، يقرر او يصمم لو الشخص is guilty مذنب او لا. مين اللي يقول الانسان ده مذنب او مش مذنب؟ ها؟ القاضي اللي هو الجادج. بريزنر سجين ما تنفعش. جادج هي طبعا الاجابه الصح جادج. هيرمت يعني ناسك او قلنا عابد. ترافلر يعني مسافر. يبقى مين يا جماعه اللي بيحدد الشخص ده مذنب او مش مذنب؟ هو الجادج. ابن بطوطه ستاديز كان بيدرس ايه؟ ميديسن طب؟ نو. جيوغرافي؟ نو. انجلش؟ طبعا لا. كان بيدرس اسلاميك لو يعني الشريعه الاسلاميه. How old was he when he decided to go a pilgrimage to Mecca؟ عاوز اقول لك كان عنده كام سنه لما قرر يسافر في رحله حج الى مكه؟ كان تقريبا عنده 21. يبقى how old was he when he decided to go on a pilgrimage to Mecca؟ 30 is a leader of a country. leader يعني قائد او حاكم. حاكم البلد بنسميه باريت ولا اكسبلورر ولا رولر؟ طبعا رولر يعني حاكم. واحد يقول لي يا مستر مش كلمه رولر دي يعني مسطره، اقول لك صح وبرده معناها حاكم. ابن بطوطه was born before the age of اتولد قبل ايه؟ the age of railway قبل عصر القطار. a will of كلمه will of خدناها في الفوكاب يعني ثري يعني غني. a will of person is a very rich one شخص غني. طبعا poor فقير، experienced ذو خبره، educated متعلم. 33 outbreak of كلمة outbreak of black death means كلمة outbreak يعني انتشار الطاعون الأسود ده. كلمة outbreak معناها end نهاية ولا start ولا finish ولا medicine؟ طبعا هي بداية. start of that infectious disease يعني بداية هذا المرض المعدي. number 34 34 Space is a person who is kept in jail. كلمة جديدة برضو. جيل يعني يا مستر؟ احنا عارفين كلمة prison يعني سجن، وجيل برضو يعني سجن او زنزانة او منفى. سجن او منفى. سجن او منفى. طب مين الشخص اللي بيتحط في السجن؟ بنسميه prisoner. الكلمة دي جميلة. number 35 is where someone is born. المكان اللي بيتولد فيه الشخص مسقط رأسه بنسميها home town. home town. كده احنا خدنا الفوكاب بتاعت مين؟ ابن بطوطه. طيب الجزئيه اللي جايه هناخد بقى حاجه اسمها اللي هو linking words of contrast، الكلمات اللي بتدل على التناقض. ركزوا معايا يا شباب. احنا خدنا قبل كده كلمه linking words الروابط. linking words خدنا 5 كلمات في المديول اللي فات بتدل على الاديشن اللي هي الاضافه زي كلمه to وايذر و also as well as و plus لو تفتكروهم. النهارده هنتكلم على العكس بقى. linking words of contrast. يعني ايه contrast الاول بقى عشان نبقى فاهمين؟ كلمة contrast يعني تضاد او تناقض. عاوز اقول لك الولد ده بالرغم ان هو قوي لكن مش قادر يشيل الشنطة، بالرغم ان هو شاطر لكن ما نجحش في الامتحان. يبقى التناقض جملتين عكس بعض او مش ماشيين مع بعض، ده اللي بنسميه الكونتراست. ازاي يا مستر؟ لو انا قلت مثال زي كده he is very rich هو غني جدا، he isn't happy مش سعيد. طب فانا قلت although، خلي بالكم من كلمة although يعني بالرغم من. although he is very rich he isn't happy، بالرغم ان هو مبسوط، بالرغم ان هو غني هو مش مبسوط. يبقى كلمة although أول كلمة تربط جملتين فيهم contrast اسمها ايه؟ although. وطبعا although بتيجي في أول الجملة أو في نص الجملة.
دي كده اول كلمه. في كلمه تانية اسمها however دايما بتيجي في بدايه الجمله الثانيه، يعني معنى كلامي انه بيكون في جملتين however بيجي قبلها فول ستوب وبعدها كوما. but بتربط جملتين فيهم تناقض بس هتيجي في نص الجملتين، ما تنفعش تيجي في الاول. in spite ممكن في اول الكلام او في نص الكلام. in spite of القصه كلها ان in spite of هي المميزه، لازم يجي بعدها noun اسم او gerund verb plus ing، يعني ما يجيش بعد in spite جمله. لكن although however و but بيجي بعدهم جمل عاديه. انا قلت although he is very rich دي كده جمله sentence اهو، بالرغم ان هو غني he isn't happy دي الجمله الثانيه، يبقى في contrast ما بين الجملتين. طب he is very rich however تيجي في بدايه الجمله الثانيه he isn't happy. طب he is very rich but he isn't happy. طب كلمه in spite of اللي قلت لكم عليها مش هيجي بعدها جمله، جه بعدها gerund اهو. in spite of being rich هقول بالرغم من كونه غني he isn't happy. يبقى انا عندي 4 روابط بيدلوا على الكونتراست although however but in spite of. طب نحلهم ازاي يا مستر؟ تعال نبص مع بعض كده نشوف الاول في الشكل تشوز. اول جمله he is tall all his children are short هو طويل وكل ولاده قصيرين. طيب هقول ايه بقى؟ although ولا because؟ طبعا because مش هتنفع، ولا because of. he is tall هو طويل ولكن كل ولاده قصيرين، خلاص يبقى ايه؟ but ولكن. number 2 he is tall all his children are short مش هينفع كلمة because، ومش هينفع in spite of. ليه يا مستر؟ ما in spite of بيجي بعدها noun او gerund، هنا دي جملة كاملة ما تنفعش in spite of، وما تنفعش but تيجي في الأول، يبقى ايه؟ although. number 3 he is tall all his children are short كده أنا عندي جملتين أهو فول ستوب. مين اللي بتيجي مع جملتين؟ however، يبقى he is tall however مع ذلك all his children are short. number 4 being tall كونه طويل all his children are short مين اللي بيجي بعدين noun او gerund؟ طبعا كلمة in spite of، يعني مش هينفع ولا although ولا but ولا however، يبقى in spite of being tall. number 5 I like the beach I want to go there again بقول انا حبيت الشط بس مش هروح هناك تاني، يبقى بالرغم من. ينفع اقول طبعا because ما تنفعش ولا but تنفع. طب الاثنين دول نفس المعنى، بس in spite of المستر قال لنا ما يجيش بعدها جمله subject وverb وobject، يجي بعدها يا اما noun يا اما gerund، ما تنفعش، يبقى ايه؟ although. number 6 I decided معايا يا شباب؟ ها I decided to travel by train قررت اسافر بالقطر. it was more expensive than the bus وهو اغلى من الاتوبيس، يبقى انا قررت اسافر بالترين بالرغم ان هو اغلى من الاتوبيس. wherever ما تنفعش ولا because، يبقى ايه؟ هقول but ولا although بالرغم من ان هو although it was more expensive than the bus. number 7 they gave us money هم ادونا فلوس it wasn't enough to really help us لكن مش كافيه اللي هي تساعدنا. يبقى انا عندي كلمه in spite of ما تنفعش معناها بالرغم من، بس جاي بعدها جمله ما تنفعش in spite of، ولا however لانها بتيجي بدايه الجمله الثانيه، ولا but لانها بتيجي في نص الجمله، يبقى كلمه ايه؟ although. number 8 space I can't speak English well I can understand American films بقول انا ما بفهمش انجلش كويس، ما بتكلمش انجلش كويس لكن افهم الافلام الامريكي. يبقى هقول نشوف من استبعاد. اولا despite مستبعده هي و despite و because، يبقى هي although. The great whale of China was built more than 2000 years ago يعني سور الصين العظيم اتبنى اكتر من 2000 سنه. much of it معظمه is still standing ما زال قائم، يبقى اقول بقى طبعا because مستبعده وhowever مستبعده وبut مستبعده، يبقى جاي لي كلمه ايه؟ although بالرغم من. شفتوا بنحل ازاي يا ولاد؟ بنستبعد. number 10 بقول ايه في number 10 بقى؟ I visited a lot of ancient places انا زرت اماكن مشهوره. الاقصر impressed me most ولكن الاقصر اثرت فيا اكتر، يعني قلتها ولكن هو يبقى ايه؟ but. طبعا in spite of ما تنفعش، بيجي بعدها noun او gerund، وكلمه because ما تنفعش، وهنا تلاقوا كلمه but. تمام؟ ده كده بالنسبه لللينكينج ووردز اوف كونتراست. هنحل مع بعض كام جمله كده اهو على
الكونترست نمبر 1 بتقول ايه بقى؟ نمبر 1 بتقول ايه؟ he is tall but all his children are short. قال سام although سهله. احنا قلنا but بتيجي ما بين الجملتين فيهم تناقض. ممكن لو انا بدات بكلمه although ليه؟ although بالرغم من although he is tall بالرغم ان هو طويل كوما all his children كل اولاده all his children are short. دي كده لو جات لي كاري رايت. نمبر 2 he's not very tall هو مش طويل he plays basketball really well. طيب قال لي سام كلمة but يبقى اقول ايه؟ هو مش طويل ولكن هو بيلعب باسكت بول. يبقى he's not very tall but عشان اختصار الوقت بقى but he plays basketball really well. however قلنا بتيجي بداية الجملة الثانية I look like my mother يعني أنا أشبه مامتي. my brother looks like my father وأخويا بيشبه بابايا. يبقى أقول I look like my mother full stop. however مع ذلك my بعد ما however كوما my brother looks like my father. number 4 I continued working أنا استمريت في العمل. I was really tired أنا بالفعل مرهق. قال سلام although بالرغم من يبقى بالرغم من ان انا خلي بالكم although الجملتين لازم تعكسهم عشان المعنى يكون مظبوط. اقول بالرغم ان انا كنت مرهق ولكن كملت في العمل. اقول ايه؟ although بالرغم من although I was really tired بالرغم ان انا مرهق ايه اللي حصل؟ كوما I continued كملت العمل بتاعي. I continued working. آخر جملة I am going for a run it's raining أنا خرجت للجري كانت بتمطر. يبقى أقول يبقى بالرغم إيه؟ أقول although it's raining I am going for a run. يبقى بالرغم إن هي although it's raining بالرغم إن هي بتمطر كوما I am going for a run. اوكي كده احنا ايه حلينا مع بعض choose و rewrite. فاضل لي الحاجه الاخيره بقى عندي اللي هي الاكتف والباسيف بالنسبه ليونت 20 يونت 25. ايه الاكتف والباسيف ده بقى؟ تعالوا بقى نشوف. احنا كنا خدناه قبل كده بس في البريزنت تنس. النهارده هنتكلم على الاكتف والباسيف في الباست تنس. في الاول حابب ارجع لكم يعني ايه اكتف وباسيف. اكتف اند باسيف. ركز معايا انت وهو بقى كده اهو. الكلام ده يا ولاد يعني شبه اساسي في اي مرحله دراسيه لحد ثانويه عامه. الاكتف والباسيف ده اساسي. فانت لازم تعرف ايه المبدا الاساسي. كلمه اكتف مش معناها نشيط، لا في الجرامر معناها مبني للمعلوم. وجمله المبني للمعلوم يا ولاد بتبدا بالفاعل. يعني مثلا لو قلت مثلا ايه؟ عمر مثلا wrote خليها الاول بريزنت writes مثلا 3 عمر بيكتب 3 letters. عمر writes 3 letters. دي كده جمله، دي جمله اكتف لانها بدات بالفاعل اللي هو مين؟ عندي الفاعل، عندي الفاعل هنا عمر. طيب يبقى انا عندي هنا الجمله بدات بالسبجكت الفاعل وبعد كده الفيرب اللي هو الفاعل وبعد كده الاوبجكت المفعول. دي كده جمله الايه؟ الاكتف. لما اجي اخليها باسيف هبدا بالمفعول. التغيير كله عندي في الفيرب. الفيرب هنا رايتس ده مستر بريزنت سيمبل مضارع بسيط. خلي بالكم التغيير كله عندي في البريزنت سيمبل. هحول الفيرب من مين فيرب لحاجتين، هزود له هيلبنج فيرب واجيب منه الباست بارتيسيبل. بس الهيلبنج فيرب اللي هجيبه لازم يكون على حسب زمن الجمله. الهيلبنج فيرب على حسب زمن الجمله زائد الباست بارتيسيبل. طب هنا الجمله في البريزنت سيمبل يبقى الهيلبنج فيرب بتاعي ام اور از اور ار. طب لو الجمله في الباست يبقى الهيلبنج فيرب واز اور وير. طبعا التصريف الثالث ده اساسي. طب هنا الجمله بريزنت يا مستر يبقى الهيلبنج فيرب ام اور از اور ار. يبقى اقول ايه؟ ذا او 3 ليترز، 3 جوابات 3 ليترز. طبعا هنا الجمله في البريزنت ار written التصريف الثالث من write are written by مين الفاعل؟ by عمر. يبقى انا حولت الجمله من اكتف لباسيف. يعني ايه باسيف بقى؟ بدات بالمفعول. هقول 3 جوابات بيكتبوا بواسطه عمر. طب افرض انا عايز اخلي الجمله اللي قدامي او جاب لي جمله في الباست. لو قال لك عمر
لو قال لي مثلا لو قال لي عمر نفس الجملة بس بدل رايتس قال لي wrote، كتب. عمر wrote 3 letters. عمر كتب 3 خطابات. لما اجي اخليها باسيف هقول ايه بقى؟ 3 letters ده المفعول، 3 letters 3 خطابات. المرة دي مش هقول ار يا مستر، ليه يا حبيبي؟ لان هنا wrote في الباست وانا محتاج verb to be was or were. يبقى 3 letters were والباست participle من wrote written were written by عمر الفاعل بتاعي. يبقى الاكتف يا اولاد تبدا بالسبجكت، اما الباسيف تبدا بالاوبجكت. طيب انا بستخدم الاكتف ليه اصلا؟ يعني بستخدم الاكتف والباسيف ليه؟ هقول لك انا حاجه. طبعا اللي انا ابدا بالمفعول دي كذا ليها كذا طريقه. مثلا ايه؟ انا ببدا بالمفعول لما يكون الفاعل بالنسبه لي ويل نون. لما اقول لك بنيت الاهرامات، هي الاهرامات كل الناس عارفه مين اللي بناها؟ الانشنت ايجيبشن. فمش لازم اقول ancient Egyptians القدماء المصريين built the pyramids. ممكن ايه؟ the pyramids were built. بنيت الاهرامات مثلا 7000 years ago، من 7000 سنه. يبقى انا بستخدم الباسيف امتى؟ لما يكون it's not important، مش من الضروري اقول مين اللي عمل الاكشن. خلاص؟ او بالنسبه لي الفاعل معروف جدا. خلاص كده؟ يبقى we only use by plus subject when it's important to mention the sub. بص بقى، he was given hospitality. لو احنا اتكلمنا عن ابن بطوطه، he was given hospitality wherever he went. was given كان بيعطى hospitality. مين كان بيديله كده؟ الناس اللي بتقابله. he was given jobs by the local sultan. some of the ships he sailed were attacked. بعض من السفن كانت بيتم مهاجمتها. مين؟ by parades. he was captured. في يوم من الايام تم اسره by robbers. ده الفاعل. in Delhi he was made a prisoner by the sultan. في دلهي في الهند اتسجن عن طريق السلطان. his travels السفريات بتاعته were written down. اتدونت in a travel book. كل الكلام ده على مين؟ على ابن بطوطة اللي هو يونت 25. كده احنا خلصنا اليونت الاول اللي هو 25 ان شاء الله. باذن الله في الفيديو اللي جاي هنكمل مع بعض يونت 26. هناخد الفوكاب والجرامر اللي هو تكمله لبقيه المديول بتاعنا. في النهايه اتمنى لكم التوفيق والاستفاده الكامله، وما تنسوش تكتبوا الكومنتس بتاعتكم ان شاء الله عشان يبقى في تفاعل ما بيننا اكتر من كده بكتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.